السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة عندنا وصفة حلوة للشعر الهايش، المتكسر المقصف، للشعر اللي فيه خشونة، للشعر اللي فيه عنده فراغات كتير. الوصفة دي كمان عشان نعمل بيها انبات للبيبي هير. بصي معايا، عندي المكونات: زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت روزماري، وزيت السمسم. عايزه تزودي زيت خروع اوكي، زيت صبار ماشي، بس هي ديت الزيوت الاساسيه اللي انا بستخدمها. بعمل بيها حمام زيت علشان خاطر الترطيب والتنعيم، وفي نفس الوقت كمان عشان تنبت الفراغات وتدي لون غامق للشعر بسبب زيت السمسم، لان زيت السمسم دايما لو استخدمتيه لشعرك بيعمل على طول لون. لو استخدمتيه على طول بيعمل اللون، بيحوله من لون ابيض للون اسود. فدايما بنستخدم زيت السمسم في كل وصفات الشعر. عايزه تعرفي فوائد زيت السمسم وزيت الروزماري؟ ادخلي على جوجل واكتبي فوائدهم للشعر، هتعرفي فوائدهم ممتازه جدا جدا، بالذات لو اختلطوا مع بعض. هنعمل منهم حمام زيت. عندك البركاب، يبقى هتستخدمي تخلطي الزيوت دي مع بعضها في ازازه وترجيهم كويس وتحطيهم على شعرك، وتخلطيهم على شعرك وتحطيهم لمدة ساعة مع البركاب. البركاب طبعا لما هتحطيه هيطلع بخار او سخونة على فروة الراس، هيخلي جلد الراس يمتص الشعور، يمتص الزيوت دي كلها. بتنعم الشعر وبتديله رطوبة حلوة، طراوة، مش رطوبة يعني بتديله طراوة، وبتديله ترطيب وتنعيم. هنستخدم ازازة تكون عندنا فاضية، نحط فيها الخلطة بتاعة الزيوت. تمام. هتكبي زيت الزيتون بنسب معينة، عايزة تحطي الازازة كلها اوكي، عايزة تحطي نصها برضو ده شيء يرجع لك. هنحط ازازة زيت الزيتون ونخلط عليها زيت جوز الهند، ونحط زيت روزماري وزيت السمسم. زي ما قلت لك الزيوت تقدري تحطي الزيوت اللي انت عايزاها بعد كده، بس الاربع زيوت دول هم الزيوت الاساسيه. عايزه تحطي زيت الارجان، عايزه تحطي زيت الافوكاتو علشان التنعيم زياده لو كان الشعر خشن قوي يعني، ماشي. زي ما قلت لك اهو، انا حطيت زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وادي زيت الروزماري حطيته، وهفضي عليهم دلوقتي اهو اخر ازازه اللي هي زيت السمسم. تمام. وبعد كده هرجهم كويس مع بعض في الازازه دي، وبعد كده افضيها في الازازات التانية او في العبوات التانية علشان الاستخدام. بس كده، هي دي وصفة النهاردة. هتحطي الزيوت دي كلها على شعرك لمدة ساعة او نص ساعة. بالبركاب هتبقى نص ساعة، من غير البركاب هتعملي لها حمام الزيت العادي، انك انت هتدفي الزيت وتدهني بيه فروة الشعر كلها. وبعد كده تحطي عليها فوطة سخنة، فوطة تكوني بلها بمية سخنة وعصرها كويس، وتلفيها على شعرك وتسيبيها على شعرك لمدة ساعة. وبعد كده تحشيها وتشطفي، تغسلي شعرك بالشامبو العادي او الشامبو، وبعدين تحطي بلسم، او لو عندك حمام كريم تحطي. بعد كده تبصي هتلاقي النتيجة ان شاء الله مذهلة، في خلال شهر واحد بس هتلاقي الشعر ابتدى ينبت ويطلع لونه هيغمق. مش هيبقى فيه اي فراغات عندك، الشعر هيبقى طري. هتبتدي الاطراف المتقصفة دي هتختفي. يعني هتلاقي تغير في شعرك ان شاء الله، هتلاقي تغير حلو جدا، وهتلاقي نتيجة مرضية بإذن الله. هتحطيها في العبوات زي ما انا قلت لك، وبعد كده تبتدي تستخدميها مرتين في الاسبوع. مرتين بس في الاسبوع هتلاقي نتيجة مذهلة ان شاء الله، والنتيجة هتعجبك، وبإذن الله هتلاقي شعرك اتغير 80 درجة. دي وصفتنا النهاردة للشعر الهايش المتقصف، للشعر لتنعيمه وترطيبه وتطويله، وكمان ملء الفراغات، وكمان تغيير لونه إلى اللون الغامق. يا رب وصفتي النهاردة تعجبك، وإذا عجبتك الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي في زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لي لايك وشير.